الدنيا أيام ولحظات، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. أهدي لك هذه الطريقة، أهدي لك هذه الطريقة. أكثر الناس يقول أبتوب عجزت، أبلتزم عجزت، أبدخل حلقة عجزت، حاولت سواء التزمت مرة أو مرتين أو 23,000 مرة، مدامك ما مت حاول. أنت بتموت وأنت مضيع لهذا الدين العظيم. يقول واحد يا أبو عبد العزيز والله مليت وتعبت، وفعلا ترى الذنوب والمعاصي تراها توهين ابن آدم، تتعب ابن آدم نفسيا وتتعب جسديا. والله الذنوب والمعاصي تتعب جسديا، مو بس نفسيا، جسديا كذلك يا اخوان. لان الله سبحانه وتعالى يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. الطريقه يا اخي الغالي، ابي من عمرك، سواء عمرك 15 16 17 18 19 20 30 الى اخر حد من العمر، 24 ساعه من وقتك فقط. تبي تقول كيف؟ يعني وشو يا اخوان؟ يوم، ابي يوم من حياتك فقط، 360 سنة، 360 يوم، هذه السنة بالكامل ما أبي كلها، أبي يوم، أبي 24 ساعة بس. إذا ما نجحت الطريقة أنا رايح أعلن جوالي، إذا ما نجحت الطريقة أرسل رسالة أبو عبد العزيز ما نجحت الطريقة، وإذا نجحت الطريقة تكفى، وأسألك بالله بشرني لأني والله من الناس اللي أرتاح، وبشركم أكثر من 83 واحد اللي أرسلوا قالوا نجحت واستقمنا من فضل الله جل وعلا، من فضل الواحد الديان. وهذا ترى فضل من الله سبحانه وتعالى، ترى لا هو فضل ابو عبد العزيز ولا ابو حنان ولا ابو خالد ولا غيره، ترى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، انما هي طريقه وسبل والنتيجه عند الله. اذا نجحت ارسل رساله، ولو تتصل قل نجحت، واذا ما نجحت الطريقه ما نجحت. 24 ساعه فقط، ما ابيك تسمع الاغاني، 24 ساعة ما أبيك تسمع أغاني، حتى في جوالك حاول تغير النغمة وتحطها نغمة عادية. في سيارتك خذ الأغاني وكيسهم حطها عن جنب، ما أقول لك كسر، لا أقول لك حطها عن جنب. أنا أقول لك الأغاني حرام، ولكن لا، أنا بتنازل بهالطريقة هذه، خلي الأغاني عن جنب، سكر الأغاني. حتى لو تركب مع واحد قل رجاء لا تشغل الأغاني. أنا والله بطبق 24 ساعة. يبي يقول لك تطوعت التزمت، قل لا. ها تبي تقول ابو عبد العزيز وش الطريقه هذه؟ قل لا ما التزمت ولا تطوعت، عشان وش بعض الناس اذا التزمت وش يقول؟ التزمت تطوعت، قل لا ما التزمت. ولكن في طريقه يقولها مطوعه بجربها. والله ابو عبد العزيز يقول طريقه انا بجربها بشوف ان نجحت الحمد لله، ما نجحت زي ما يقول ماني خسران شيء، لا الاغاني يخسر مهما كان. ها يا اخوان معي يقول الطريقه هذه 24 ساعه لا تسمع اغاني، حتى تدخل بالبيت تشوف فيه موسيقى سو كذا، ارجع صد، ارجع، ما ابيك تسمع مره. تبي تكون صعبه يا اخوان بسألكم سؤال، صعبه من عمري 24 ساعه ولا صعبه ادخل النار الى بتله والى غيره من هالكلام؟ 24 ساعه ما ابيك تسمع اغاني لا بالجوال، حتى مع اخوياك تركب السياره قل الله يرحم والديك، حتى لو يشارك بعد في الموضوع زين قال الله يرحم والديك، اليوم ما نبي نسمع اغاني مره، لا شريط ولا جوال ولا مقطع ولا مكان، حتى لو تروح المقهى يشغلون اغاني ما ابي اذنك تصفي من الاغاني، 24 ساعه لا تسمع اغاني او موسيقى مره. اذا ما تغير يومك بعد 24 ساعه يا شيخ ما كن ابو عبد العزيز، قسما بالله. ارفع شوي خلي الشباب يشوفون. اقول يا اخوان قسما بالله، اقسم بالله، وترى القسم عظيم، اذا ما ضبط يومك، واذا ما ارتاحت نفسيتك، واذا ما صارت شهيتك على الاستقامه، ربما تعلن الاستقامه، ما كن ابو عبد العزيز. جرب نصيحة، 83 واحد يتصلون يقول أعلنا الالتزام. والله واحد يا أخوان تعرفون إيش يقول؟ يقول أبو عبد العزيز 28 سنة ما ركعت لله ركعة. هذا من ضمن اللي طبقوا الطريقة هذه. 28 سنة يا أبو عبد العزيز، يقول 28 سنة، يقول والله يا أبو عبد العزيز ما ركعت لله ركعة.
طيب يستغرب واحد يقول ابو عبد العزيز ليش خصصت الاغاني؟ وش السبب؟ طيب يمكن انا متعلق، اقول لك بكل صراحه، في الزنا اعزكم الله واجلكم، او في اللواط وغيره من اجلكم الله من هذه الامور. ليش خصصت الاغاني؟ يا اخوان الاغاني ما تضرب في القلب. الدخان وين يضرب الدخان؟ بالفم الرئه، صح؟ لو تلاحظ الابر المخدره بالجسم بالدم، صح؟ لو تشرب شراب والخمر، وأسأل الله جل وعلا أن لا يبتلي كل مسلم بهذا الأمر، لو تشرب شراب وخمر وين يروح بالبطن، صح؟ ولكن الأغاني تنفذ في القلب داخل. يا أخوان الأغاني سبحان الله يقول ابن القيم مزمار الشيطان نفاق بل بريد الزنا هي اللي ترسل للقلب. جرب وشف. إذا ما نجحت الطريقة، وأبشركم 83 من ضمنهم واحد 28 سنة ما ركع لله ركعة، وواحد منهم يا اخوان تعرف ايش يقول ابو عبد العزيز ابشرك الان التزمت، امي بكت، من التزامي بكت بكاء ما الله بي علم. قلت ليش؟ انا استغربت وقال امي بكت، يعني انا استغربت قلت ليش؟ قال لي يا ابو عبد العزيز ويبدا يا اخوان يصيح. قلت ليش؟ قال يا كم مره سبقت امي كف. في ناس تستغربون يا اخوان، في ناس انا جالس مع واحد بالسجن قاتل امه يبكي يقول كذا يا الله ماني مصور امي، يقول ماني متصور